ماسك يا بنات للتفتيح، ماسك العيد روعة يا بنات، هيخلي بشرتك منورة كده في العيد، هيخلي كل اللي يشوفك يسألك عن نضارة، عن سر جمال بشرتك ونضارة بشرتك والبياض الجميل اللي بشرتك بقت فيه. الماسك بتاعنا يا بنات هيوحد لون البشرة، هيشيل اي تصبغات موجودة في البشرة، حلو قوي قوي، هيخلي نعومة ونضارة في بشرتك وبياض رهيب. وصفتنا النهاردة سهلة مع مروة، يلا بينا نشوف المكونات. اول حاجه يا بنات، اول حاجه معايا معلقه كاكاو خام، تمام، بدون سكر او غير محلى، معلقه كاكاو خام مش محلى يا بنات، اللي هو الخام اللي هو المر، تمام. معايا معلقه كاكاو خام عليها صفار بيضه، صفار بدون بياض يا بنات، تمام. ومعايا معلقه نشا، ومعايا كمان يا بنات حوالي معلقتين او 3 من لبن السايل، تمام، معلقتين لبن سايل يا بنات، ومعلقة لبن بودرة. هنقلب الماسك كويس جدا يا بنات، ان شاء الله هكتبه لكم. هنقلب الماسك كويس جدا جدا وهنوزعه على البشرة. اول حاجة اهم حاجة نتجنب منطقة العين يا بنات ومنطقة الحواجب زي ما انتم شايفين في الماسك كده، زي ما انتم شايفين في الصورة اللي انا حطها لكم. نتجنب الحواجب ونتجنب حول العين، لان الماسك ده يا بنات هيتشال من تحت لفوق، هيبقى قاسي جدا على منطقة العين، وكمان لان انتوا عارفين منطقة العين حساسة جدا، وكمان هيشيل اي شعيرات اي شعر موجود في البشرة، فتجنبوا حوالين الحواجب. الماسك ده يا بنات هيفتح معاكم بطريقة فظيعة، هتحسي بفرق فظيع من اول 5 دقايق بعد استعمال الماسك ده. تقدري تستعملي الماسك ده مرتين في الاسبوع عشان تبقي كده منوره، فله شمعة منوره في العيد، كل اللي يشوفك هيتبهر بجمالك وجمال بشرتك. اول حاجه يا بنات هنغسل البشره كويس ونرطب. اول حاجه نحط الماسك على بشره نظيفه، تمام، نغسل بشرتنا كويس وننشف كويس جدا، وبعد كده نوزع الماسك ده بطريقه زي ما انتم شايفين الماسك كده، بعيد عن العين وبعيد عن الحواجب. نوزع الماسك يعني نخليه طبقة يعني كتير شوية، نوزعه بسمك شوية، وبعد كده ابتدي اجيب مناديل احطها فوق الماسك ده، وبعد كده فوق المناديل ابتدي اوزع الماسك تاني وادهن تاني فوق المناديل، نحط عليها بقية الماسك الموجود معانا، ونسيب الماسك يا بنات على بشرتنا لمدة ربع ساعة. هتحسوا ان الماسك ده بيشد بشرتكم جدا جدا، تمام، هتحسي ان بشرتك شادة جدا عليكي، مش عارفة حتى تتكلمي من كتر ما الماسك ده شدد على بشرتك. بعد كده نبتدي نشيل من تحت لفوق، هيكون بقى المناديل بدأت تنشف معانا وتبقى قاسية كده. نبتدي بقى نشيل المناديل من تحت لفوق يا بنات، نسحبها من تحت لفوق عشان تشيل لو اي تصبغات موجودة معاكي في البشرة هتشيلها. اي حاجة في البشرة حتى لو في شعر صغنن هيبتدي يتشال برضو، لان الماسك ده حلو جدا نظافة منه، ماسك نظافة، وكمان هيشيل الكلف، هيشيل اي تصبغات موجودة في البشرة، هيوحد لون البشرة وهيديكي تفتيح ونضارة ونعومة. اهم حاجة النعومة يا بنات بتاعته حلوة جدا جدا. هنشيل الماسك من تحت لفوق علشان نشيل لو اي جلد ميت او اي خلية جلد ميتة تطلع معانا في الماسك ده، تمام. وبعد كده نغسل وشنا كويس جدا وبعد كده نرطب. اهم حاجة الترطيب يا بنات بعد الماسك. بس قبل ما نرطب، بعد اول حاجة نعملها هبتدي اجيب اغسل بشرتي كويس، وبعد كده ابتدي اجيب تلجية امررها على بشرتي كلها عشان نقفل المسام، وبعد كده ابتدي ارطب يا بنات. الماسك ده حلو قوي قوي يا بنات، استعملوه ان شاء الله يجيب معاكم نتيجة، هيعجبكم قوي ماسك الكاكاو. كملوا بقى معايا الفيديو للاخر لان في ماسك تاني كمان هقول لكم عليه للبشره الحساسه، حلو جدا جدا، او للبشره الدهنيه، هيجيب برضو معاكي نتيجه من اول استعمال. خلاص يا بنات، ادي شفتوا الشكل الماسك، حطيته لكم تاني اهو عشان تحطوه بنفس الطريقه. اهم حاجه تتجنبي حوالين العين والحواجب، وتوزعي الماسك على بشرتك كويس جدا علشان وتسيبيه لحد ما ينشف عشان نبتدي نشيله ونحس بالنعومة والنضارة والجمال والبياض اللي هتشوفيه معانا في الماسك ده. كملي بقى الفيديو معايا لان في ماسك تاني جايبهولك. دي ماسكات العيد يا بنات، كل سنة وانتم طيبين.
جايبه لكم ماسك تاني حلو قوي هيعجبكم برضو، دي لاصحاب البشره الحساسه او اي نوع بشره كمان ما شرطش، بس انا بتكلم عشان البشره الحساسه. عشان ايه؟ الماسك ده حلو قوي، فوائده جميله جدا جدا يا بنات. هيجيب برضو معاكي نتيجه من اول استعمال فظيع، من اول فرق واول استعمال تحسي بنعومه وبياض كده كبياض التلج، بشرة صافية ومنورة وجميلة جدا. الماسك التاني يا بنات هيعجبكم ان شاء الله. يلا بينا نعمل بقى الماسك التاني، هقول لكم على مقادير الماسك التاني. الماسك التاني يا بنات معايا هبتدي اجيب خيارية اضربها في الكبة كويس جدا بدون مية. اضرب الخيارة، تعرفين طبعا فوائد الخيار يا بنات للبشرة. الخيار حلو قوي قوي، بينعم البشرة وبيرطبها، بيدي البشرة نضارة ونعومة وتفتيح حلو قوي للبشرة. وكمان هيبقى حلو قوي معانا الخيار للبشرة الحساسة. ابتدي اجيب خيارية اقشرها كويس واضربها في الكبة بدون مية. طبعا انتوا عارفين الخيار فيه مية. نضرب الخيار كويس في الكبة، وبعد كده هاخده بقى بالقشر بتاعه يا بنات وبالتفل بتاعه ده، مش هصفيه. انا عايزاه بالتفل بالحبيبات اللي فيه، لان هيديكي نعومه ونضاره حلوه قوي لبشرتك. بعد او ممكن تبشري الخيار، بس لو ضرب في الكبه يبقى افضل واحسن. تمام. نفرمه يبقى ناعم جدا في الكبه من غير ما نصفيه يا بنات. هفضي عليه معلقه من النشا. تمام. وكمان هضيف عليه معلقه من الشاي الاخضر او باكيتة شاي من الشاي الاخضر، باكيتة يا بنات، ورقة من الشاي الاخضر تتفضى عليه، او معلقة من الشاي الاخضر الناعم نفضيها على الخيار وعلى النشا. وهحط عليهم ربع كوباية مية، وابتدي احط الماسك بتاعي على النار، وابتدي اقلبه لحد ما الماسك بتاعي يبقى كريمي كده يا بنات. تمام. هبتدي برضو اوزع الماسك زي ما انتم شايفين كده على بشرتي كلها، وهسيب الماسك ده على البشرة حوالي ربع ساعة لحد ما ابتدي نحس انه بدأ ينشف على البشرة. ابتدي افرك الماسك ده بحركات دائرية يا بنات، نبتدي نفركه كده بحركات دائرية، وبعد كده نغسل البشرة كويس جدا، وبعد كده نرطب يا بنات. اقسم بالله الماسكات دي حلوة قوي قوي، هتدعولي عليها، هتشوفي تفتيح فظيع. تفتيح، هتلاقي تفتيح كده من اول استعمال الماسك اللي بقولك عليه ده او ماسك الكاكاو. الاتنين حلوين جدا جدا، هيجيبوا معاكي نتيجة. ممكن تقدري عشان يعني لو انت عايزة تبيضي بشرتك بسرعة او تفتحي البشرة معاكي بسرعة، تخليها بيضة كده ومنورة وحلوة، خالية من اي حاجة فيها، من اي تصبغات، من اي حاجة، وتوحد معاكي لون البشرة. ممكن تستعملي الماسكين دمت في الاسبوع. تمام. كل 3 ايام ممكن نستعمل ماسك واحد من الماسكين دول، او ممكن تستعملي ماسك الكاكاو وبعدها ب3 ايام او ب4 ايام نبتدي نستعمل ماسك التاني. هو ماسك يا بنات المفروض يتحط مره واحده في الاسبوع، بس انا بقولك مرتين او 3، لان الخيار، ماسك الخيار يا بنات حلو جدا، مفيش منه اضرار وجميل جدا. مش هتحسي باي حاجه في البشره غير بنعومه ونضاره وجمال للبشره. هتقدري بقى تستعملي الماسكات دي قبل العيد، وان شاء الله تدعيلي على احلى ماسكين عملتهم لك. وطبعا مش قادره اقول لكم فوائد الخيار للبشره، للنعومه والنضاره والتفتيح، وكمان هيخلي البشره مشدوده جدا، بيشيل منها اي تجاعيد. يا رب اكون افدتكم لو بحاجه بسيطه. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. كانت معاكم اختكم مروه يوسف. سلام.